من الآخر مع محمد شبانة، وصباحكم دايما زي الفل. قبل ما أبدأ أنا عايز أنعي البنتين الوردتين اللي زي القمر اللي راحوا عن عالمنا امبارح في حادث سير بعد مباراة الاتحاد السكندري والنادي الأهلي في استاد برج العرب. مشجعتين أهلاويتين راحوا يشجعوا، قدرهم كده. نعاهم النادي الأهلي في بيان رسمي، وكل لعيبة مصر وكل الناس الحقيقة في حزن شديد على نورهان ناصر ونرجس صالح. ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته، وربنا يصبر أهاليهم يا رب على هذا الخبر المؤلم. امبارح مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي انفجر انفجار عاجبني لما اتكلم على موديست وتلقيح الكلام. مبدئيا بس خلينا نتفق على اتفاق. موديست كولر من يوم ما جه اكتر مدرب بيدعموا الاعلام يمكن في اخر 10 سنين بشكل عام. لو جبت كل المدربين بشكل عام اللي جم مصر في اخر 10 سنين منتخبات او انديه، اكتر مدرب بيدعموا الاعلام بشكل كبير جدا مارسيل كولر. وهذا الدعم هو نتاج لمجهوده، عشان برضو ما يبقاش احنا كأننا احنا مقدمين له خدمات. هو لولا ان هو راجل منظم وراجل الحقيقة جدير بالنجاح وبالدعم نتيجة البطولات اللي جابها مع النادي الأهلي. ولو رجعت ورا سنة ونص هتلاقي كولر ده كان جاي في ظروف قاسية جدا. الأهلي كان خسران دوري، الأهلي كان الفرقة مستواه وحش قوي. لو تفتكروا القرار اللي خده كابتن محمود الخطيب، رايح اللعيبة شهر ونص ولا شهر، اللعيبة الكبار، وكان في ناس لازم تمشي. وقتها اتقال ياسر ابراهيم لازم يمشي، حسين الشحات لازم يمشي، عمرو السولية لازم يمشي، محمد هاني لازم يمشي. ناس كتير اسماء النهارده نجوم مصر، مش نجوم الاهلي بس، دول نجوم منتخب مصر. اسماء كتيره جدا. جه مارسيل كولر نظم الفرقه كويس قوي. ما فاتش شهر ونص كان كسبان كاس السوبر المصري من الزمالك في الامارات، ثم توالت البطولات تباعا حتى اصبح النادي الاهلي بعد اقل من سنتين او سنه و8 شهور من وجود كولر هو اقوى نادي افريقي عربي مصري موجود، وكل الناس بتثق فيه. اذا كولر يستحق الدعم اللي بياخده من الاعلام نتيجة مجهوده هو شخصيا. دي نمرة واحد. الاعلام بيدعم كولر وبيثق فيه. انا معرفش مين اللي راح قال له ان انت بتلقح عليك في الكلام في صفقة مودست عشان تبقى انت خدت عمولة، خدت معرفش. انا ما شفتش ده وما سمعتش ده، واذا حصل ده بتبقى تصرفات فردية من ناس مش فاهمة، مش اتجاه اعلامي. احنا في الميديا عشان حتى تقول هذا الكلام مش على كولر او غير كولر حتى لازم تقوله وانت موثق كلامك بادله دامغه ومستندات، لان ده كلام في الذمم الماليه ما فيهوش هزار الحقيقه. لكن انا عايز اقول لكولر احنا بنثق فيك جدا في المساله دي. الناس بيبقى تحفظها على مودست كمستوى فني ومالوش علاقه بياخد كام ما بياخدش كام. الكلام ده كله محدش ربط بينك وبينه على الاطلاق ابدا. بس الناس بتستغرب لما كهربا يقعد ومودست يبدا، لان مودست فعلا مش بس مستواه مش لايق بالنادي الاهلي وهو ان هو كبير في السن، لا مودست كمان الحركه البدنيه له ما بقتش لائقه بالمستوى الاحترافي لكره القدم. هو عنده بطء، ما بقاش عنده قدره اللعب السريع في اي نادي في العالم. على فكره لو وديته مثلا الوداد المغربي وديته اي نادي غير النادي الاهلي، هو بقاش عنده القدره على مجاراة السرعه بتاعت كره القدم. خلاص الصواميل بتاعت لفه جسمه بالاوردر اللي بيجيله من دماغه الرجليه بتزيق زي ما بيقولوا. فاحنا بنقول له كولر احنا بنحترمك، بالعكس الناس بتثق فيك جدا. ايه يا عم الادب اللي انت فيه ده؟ ايه الاحترام اللي انت فيه ده يا كابتن شبانه؟ ليه يا جدعان؟ ما هي سكه ودغري، عايزين نعرف موديس جه النادي الاهلي ازاي؟ سمساره من كولر ولا بقى ايه؟ جه ازاي؟ ومين اللي صمم عليه؟ كولر. يبقى ايه بقى؟ ما احنا مش محتاجه فقاقه واخد من وراه الله اعلم، ما ملناش فيه. واخد من وراه مش واخد من وراه، ما لو واخد من وراه تبقى مصيبه بالنسبه للنادي الاهلي. مين بيتابع موضوع الصفقات ده في النادي؟ ولا هو المدير الفني بيقول يلا بينا عايزين ده فخلاص بيبقى يلا بينا؟ مش في لجنه تخطيط؟ مش في زفت؟ المفروض يشوفوا اللاعب ده دنيته ايه، الدنيا ماشيه معاه ازاي. يا راجل ده اللاعب مش قادر يجري، ما بيقدرش يجري. طب ايه بقى؟
ده المفروض ما نتهمش كل، يا عم نتهم اللي نتهمه، احنا احرار، احنا كجمهور احنا احرار، كجمهور احنا احرار يا باشا، احنا شايفين قدامنا المستوى زي الزفت، فنقول اللي احنا عايزينه.